السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم مع بعض غادي نشارككم طلبية كانت عندي تاع كيكة بذوق الليمون. نحتاج فيها شونتيي سبقت حضرتها معكم. نحتاج فيها هذا الجيل سوبر كريم بذوق الليمون، وهنا صنعت السيرو اللي بين نشربوا به الكيكة ودرت فيه ذوق ولون الليمون. هنا صنعت كريمة الليمون. هذه كريمة الليمون ان شاء الله نحضروها مع بعض في فيديو اخر. هذه الكريمة انا ما نستعملش فيها البيض، يعني اقتصادية بلا بيض. اول حاجة نحط شوية تاع شونتي في هذا الفيش كرتوني، نحطوه في الوسط باش يثبت لنا الجينواز تاعنا. جينواز راني ديجا حضرتها معاكم في فيديو، يعني هاد الجينواز ناجحة 100%، وكما نقولوا بمقادير مضبوطة غير بالكاس. نحط الطبقة الأولى تاع الجينواز ونشربها بهذا السيرو اللي فيه ذوق الليمون. نحاول كيفاش نشرب كاع القطعة تاعي تاع الجينواز. الأخت اللي طلبتها مني أول حاجة بصحتها، وهي كانت كما نقولوا قالت لي ندير لها ذوق الليمون، هي فضلت هذا الذوق. انا هنا راني نشرب فيها. كاين اللي يبغيها مشمخه بزاف، كاين اللي يبغي غير شويه. كل اخت تتحكم في الشراب كما نقولوا تاع الكيكات تاعها. هنا نحط طبقه من الشانتيي، كنت حضرتها ودرتها في كيس حلواني. يعني طريقه سهله تاع هاد الطورطه كما نقولوا الكيكه، وحاجه نقيه ومخدومه في اليد احسن من تاع المحلات. نحاول انا كيفاش ندير الشونتي في الحواف، يعني بحجم عالي شويه، كتر شويه الشونتي. شوفوا كريمه الليمون يعني بنينه وناجحه. نحاول ندير كميه تاع كريمه الليمون هنايا بين الشونتي هنايا. هنا بعد ما نحط كريمة الليمون نضيف طبقة تانية تاع جينواز. شوفوا الجينواز كيفاش راهي. انا الجينواز دايما نحضرها بليلة قبل ما نبدا نخدم بيها، هكا كي نقطعها وقاع تجي يعني ما تفتتش معانا. نفس الشيء نشرب الطبقة الثانية بالسيرو. يعني طريقة سهلة تاع التزيين تاعها، ماشي معقدة. ندير طبقة تاع، بعد ما نشرب طبقة ثانية نديرو الشونتيي. نحاول ندير كمية مليحة في الحواف.
يعني طريقة سهلة تاع تزيين، ما تشدش اليد وتجيب شكل شباب. انا درت لها تزيين كيما نقولوا بسيط، ماشي ما فيش تعقيدات. وهنا الكمية تاع الكريمة اللي تبغي تكتر واللي تبغي دير كمية اقل من هذه دير، كل واحدة شحال تفضل. نحاول نعمر الفراغات بكريمة الليمون اللي درتها ديجا في الطبقة الاولى، نديرها في الطبقة الثانية. نتمنى يكون الشرح تاعي في القناة مفهوم، والوصفات تكونوا ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. واللي ما تفهمش حاجة ولا تخلي لي في التعليقات نجاوبها ان شاء الله. نضيف الطبقة الأخيرة تاع الجينواز. هذه الطبقة اللي كيف نقولوا كي نطيبوا الجينواز هي اللي تكون من في قاع المول، هي اللي نخلوها نديروها من الفوق قاع نديروها هي في الوجه. ونفس الشيء نشربوها، يعني حاولوا نشربوها مليح هاد الطبقات كما نقولوا تدي شويه السيرو باش ما تجيناش ناشفه. واللي تفضلها ناشفه دير كميه قليله تاع السيرو. انا هنا بعد ما نشربها مليح نخليها ترتاح حوالي نص ساعه ولا في الثلاجه، ومن بعد نكملها التزيين بالشونتي. هكا الطبقات يعاودوا يتماسكوا ويتشربوا قاع هذاك السيرو. الخدمه هكا تجينا كيما نقولوا نقيه وما تغبناش. انا هنا بعد ما دخلتها الثلاجة ارتاحت نص ساعة هكا، ونعاود نخرجها نكون وجدت كمية تاع شونتيي. نحاول كيفاش نبدا كيما نقولوا نعمر الفراغات كاع من الاسفل باش يجيني الشكل مستوي دائري مليح. يعني كيما نقولوا هاد الكيكات اللي الاخت كي تبغي تخدمها تعطيها خاطرها، كيما نقولوا غير بشويه بشويه وتنجح لها. غير بشويه نزينوها غير بشويه، والاخت كي تحس روحها كيما نقولوا تقلقت ولا حست بلي ما بغاش تخرج لها النتيجه كيما راهي باغيه، تحطها في الثلاجه ترتاح وتعاود ترجع تكملها. ما كاش مشكل عادي. نحاول كيفاش نعمر الفراغات. يعني انا في طريقه تاع التزيين عطيتكم كاع التفاصيل هكا باش كل اخت تكون كيما نقولوا اول مره باغي تجربها ولا تنجح معاها ان شاء الله. هذه كيفيه كيما نقولوا سهله، ماشي ما تغبنش ولا تشد في اليد ولا. انا هنا ما استعملتش الاداه الخاصه كيما نقولوا بلي طاخت، خدمت غير بالسكين بالظهر تاعه، حاولت كيفاش نسوي لها الجوانب كيما نقولوا نستفهم.
غير بشوية، ونمشي الكريمة حتى نتحصل على الشكل الأملس كما نقولوا نحسوه شباب ويرضينا. نحاول باش ما نخليش الفراغات كي نكون نحط في الكريمة، نمشي في الكريمة. واللي دخلت اول مرة لقناتي مرحبا بها، وان شاء الله تشترك في قناتي وتعجبها الوصفات. نحط كمية تاع شونتيي على وجه الكيكة، ونكمل نستفها كما نقولوا، نمشي الكريمة حتى نتحصلوا على وجه أملس. نحاول نعمر قاع الفراغات، يعني أنا غير بالسكين خدمتها، ما استعملتش الأداة اللي خاصة بتزيين الكيكات. نحاول كيفاش نسوي الجوانب تاع الكيكة غير بشوية، حتى نتحصلوا على شكل أملس. نتمنى ان شاء الله الطريقة والشرح يكون مفهوم عندكم، واللي ما تفهمش اي حاجة ولا تخلي لي في التعليقات ان شاء الله نرد عليها. انا نحاول كيفاش نحط وصفاتي تكون سهلة وفي متناول الجميع ان شاء الله. ان شاء الله اي وحده تدخل القناه تاعي تفرح بالوصفات وتخلي لي دعوه تاع خير. هنا أنا بعد ما سويت لها الوجه والجوانب، حاولت كيفاش نمسح الفيش الكرتوني تاعي مليح، وجبت شرائح تاع ليمون قطعتهم كما نقولوا دوائر، ومن بعد قطعتهم في النص. وهذا السوبر كريم، هذا الجل بذوق الليمون كان عندي، درته في كيس حلواني وضفت له ملعقه تاع كريمه الليمون اللي كنت صنعتها انا من قبل، وخلطتهم مليح، ونحاول كيفاش نحطهم على وجه الكيكه، نمشيهم غير بشويه بظهر السكين، نمشيهم
كما كتشوفوا انا في هذه الكيكه ما استعملتش ادوات بزاف. نحاول نحط كميه مليحه من الكريمه ونمشيها على الوجه، يعني تزيين بسيط ما فيش تعقيدات. نحاول كيفاش نحط كمية على الحواف ونخليها تسيح كما نقولوا تهود على شكل خطوط عشوائية. تزيين كما نقولوا بسيط، ماشي ما فيش بزاف صوالح، وجا الشكل رائع كما نقولوا، والمذاق ولا اروع، خصوصا لعشاق الليمون. نجيب انا الشرائح تاعي تاع الليمون هنايا ونحط كما نقولوا نصف معاكس النصف الثاني بهذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الكيفيه، هذه الطريقه التزيين، وان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. ضفت لها على شكل ورود في الحواف تاع الكعكه، ودرت لهم نقاط من الفوق تاع سوبر كريم هذا تاع ذوق الليمون. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى تعجبكم. في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.